أنا مثلا لي حق أن أسوق سيارتي في السعودية، أنا ما أسوق سيارتي، فأنا إعطاء المجال لمن ترغب تسوق سيارتها تسوق سيارتها. لماذا نمنعها عشان الباقيين لا ترغب سواقة سيارتها؟ مثلا أنا مثلا هناك كثير من الغربيات في أمريكا مثلا أوروبا يسمح لهم سياقة سيارتهم لكن لا يسوقوا سيارتهم، فهذا حق من حقوقها. لماذا حنمنع يعني المرأة من سواقة سيارتها بينما مثلا الأغلبية الساحقة يرغبون في الشيء هذا؟ يعني نعطي الحرية، ومن ترغب تعمل الشيء هذا فتعمله، ومن لا ترغب فهي حرة في قرارها. ساهم في تعزيز الفكرة هذه أكثر مستقبلا؟ طبعا أنا مثلا لدينا مثلا موظفات كثير مثلا راتبها مثلا محدود، ومثلا بعضهن يدفعون ثلث الراتب أو ربع الراتب في سائق، وهذا يعني يضر بها. فمثلا لو سمح لها تسوق سيارتها حتوفر المبلغ هذا وتقوم بتمويل مثلا إعاشتها، في صرف على أبنائها، المدارس، على الكهرباء، المويه، التلفون إلى آخره. الحمد لله الدين الإسلامي لا يمنع الشيء هذا. فأنا أطرح موضوع هذا النقاش للمجتمع السعودي، فإن كان المجتمع السعودي رغب فيه ووافق عليه فالرحب والسعد. مهما قسى وقتي ومهما تحداني ومهما عثر حظي من همي وحزاني، مهما قسى وقتي ومهما تحداني ومهما عثر حظي من همي وحزاني، بصبر على الدنيا لو تصعب ظروفي وارسم امل عمري واشيل بكفوفي. بصبر على الدنيا لو تصعب ظروفي وارسم امل عمري واشيل بكفوفي. ظل الجزيرة ظل الجزيرة ظل الجزيرة ظل الجزيرة. الظل لو يقصر والهم يسقينا ما ظنتي نخسر دام الصبر فينا. الظل لو يقصر والهم يسقينا ما ظنتي نخسر دام الصبر فينا. ما ظنتي نخسر دام الصبر فينا دام الصبر فينا. ومهما تحداني ومهما عثر حظي من همي وحزاني، مهما قسى وقتي ومهما تحداني ومهما عثر حظي من همي وحزاني. بصبر على الدنيا لو تصعب ظروفي وارسم امل عمري واشيل بكفوفي. بصبر على الدنيا لو تصعب ظروفي وارسم امل عمري واشيل بكفوفي.